ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا. عايزه اقول لكم ان اللي حضروا اللايف اللي فات معايا كانوا هم بالفعل الناس اللي كان مقدر ليهم يسمعوا الرسائل في اللحظه دي. وسبحان الله، مفيش حاجه ابدا بتحصل صدفه، وهو ده اللي كنا بنتكلم عليه في اللايف. عايزه اقول لكم ان كل طاقه وكل كلمه وكل توقيت بيكون ليه معنى. انا النهارده حسيت ان الوقت ده هقول فيه الرسائل تاني، ولكن المره دي للناس اللي هو يعني اللي ده وقتهم المقدر يسمعوا فيه الرساله او يستقبلوا فيه الرساله. الوقت ده انتوا ارواحكم جاهزه تستقبل الرساله، وده وقتها. ما كانش وقتها لما فتحنا اللايف. فلو انتوا زعلانين ما تزعلوش، كل حاجه ليها وقتها المحدد او المقدر. فالحمد لله ان انا كنت مسجله، كنت فاتحه تسجيل بسجل اللايف برضو كصوت بس يعني. مش عارفه ليه كنت بسجل. فكويس اني سجلت، لان الطاقه اللي احنا قلناها احنا خدتها كده مباشر، ما كانتش مسجله او حاجه. فخليني اقول لكم بقى المختصر اللي احنا قلناه، لان احنا هزرنا كتير واتكلمنا كتير، فانا هقول لكم الطاقه على طول بالاسترسال. اللي انا حسيته في الطاقه ان في منكم فئه اليومين دول حاسين انهم رجعوا خطوات لورا، ولكن الخطوات اللي انتوا حاسين ان انتوا رجعتوها لورا دي مش ضعف منك ابدا خالص. هي بس القلب فجأة كده افتكر لحظة كانت مريحة، او وجود كان مألوف بالنسبة لكم، او شخص انتوا كنتوا شايفين فيه امان. يمكن حسيتوا انكم اتخذتوا كده غصب عنكم في دايرة انتظار من اول وجديد، او ان الشوق والاشتياق رجع من غير سبب واضح. بس خليني اقولك الحقيقة من ورا الطاقة دي. اللي حصل مش انتكاسة زي ما انتوا فاكرين، لان في ناس منكم افتكرت ان هي انتكست. انا بعد ما كنت اتخطيت وتجاوزت كل المشاعر دي، انا رجعت تاني استنى رسالة، انا رجعت تاني استنى مكالمة، هو انا رجعت تاني عايزة اراقب وافتح الاكاونت واشوف صور واشوف هو بيعمل ايه. دي مش انتكاسة، دي مراجعة اخيرة للطاقة القديمة. بمعنى ان الكون دلوقتي بيخليكوا تبصوا للمكان اللي انتوا كنتوا فيه علشان تدركوا قد ايه انتوا اتغيرتوا. يعني يا سيدي، انت دلوقتي مش نفس الشخص اللي كان بيستنى، ولا انت في نفس الطاقة اللي كانت بتتعلق. انت النهاردة بتفهم ان الاشتياق مش دايما معناه انك عايز ترجع تاني لنفس النقطة اللي كنت عندها. اوقات بيكون مجرد حنين لطاقة كانت مألوفة، بس خلاص ما بقتش مناسبة لترددك الجديد دلوقتي. لو بتحس انك لسه بتفكر في الشخص ده، او بتتمنى تسمع منه كلمة، فخد بالك انك في مرحلة تنظيف نهائي للمشاعر المعلقة، وكأن روحك كده بتراجع الملفات القديمة قبل ما تدخل السيستم الجديد بتاع حياتك. يعني انت دلوقتي في مرحلة ما فيهاش تراجع، بالعكس، دي طاقة تحرر من آخر خيط كان ربطك بالماضي. فدلوقتي انت مطلوب منك ان انت تخليك حاضر وتخليك واعي، ما تجلدش نفسك لانك حسيت باشتياق او افتكرت لحظات معينة. دي بس موجة، ده طيف جاية، موجة دي جاية تودعك، وانت مش مطالب منك ان انت تعاند المشاعر دي او تعمل اي حاجة غير انك تبقى هادي وتسيب الموجة دي تمر بهدوء. ما تتخضش ان انت تكون رجعت او انتكست.
خليك هادي واعرف ان هي هتمر بسلام. اوكي. في نفس الوقت كمان حاسة ان في شخص جديد، الشخص ده طاقته بدأت تتحرك تجاه البعض منكم مش الكل. الشخص ده بيحاول يكسر الحاجز اللي بينكم، ولكن الخطوة دي علشان يكسر الحاجز ده هي بالنسبة له مش خطوة سهلة أبدا ولا خطوة صغيرة. يمكن بالنسبة لك انت شايفها عادية، ايه يعني لما يجي يفتح معايا كلام، او ايه يعني لما يجي زي ما بنقول كده يجس نبض يشوف هل انا هقبل او لا. الخطوة بالنسبة لك سهلة لان انت مستقبل، ولكن الخطوة على الطرف الاخر بتكون تقيلة شوية. واضح انه بيفكر فيكم كتير. الشخص ده بيراقب وجودكم من بعيد، بيحسبها كويس قوي قبل ما ياخد اي خطوة فعلية. انا قلت في اللايف، معلش هقول تاني، ان انا كان في مشهد كده قدامي كنت حاسة اني شايفة حد زي ما يكون ماسك مايك وبيتكلم وفي ناس كتير بتسمعه. مش شرط ان يعني تكون الطاقة دي بتخص الشخص ده بس، لا، انا ده مشهد كده فدي هتكون رايحة لناس معينة، دي اشارة لناس معينة. الشخص ده بيشوفكم في المكان ده. آم، الشخص ده بيحسبها كويس قوي قبل ما ياخد اي خطوة. انا عارفة ان في ناس منكم هتحدد اللي انا قلته ده وهتقول لا خلاص يبقى مش ليا، يبقى مش من الشخص اللي انا معجبة بيه. يا جماعة اللي انا بقوله ده بتبقى حاجات كده معينة لناس معينة، مش شرط للكل. خد من الطاقة اللي يناسبك. اوكي. بس الطاقة بتقول ان الشخص ده شايفكم في مكان مميز جدا. بمعنى ايه؟ يعني الشخص ده شايف ان انتوا في مكانة اجتماعية اعلى منه، او في مكانة مادية اعلى منه، او حتى انتوا طاقيا اعلى منه. هو بيشوفكم شخصية قوية جدا. على فكرة انت شخص برضو مكانتك مش قليلة. ويمكن انت اللي تكون في المشهد ده، انت اللي بتقول حاجة او بتوجه حد او مرشد لحد. يمكن الشخص ده شايف عندك ثقة قوية جدا بنفسك، والفرق اللي بينكم ده سواء بقى مادي او اجتماعي او ثقافي whatever، الفرق ده مخليه محتار بين انه يقرب ولا يفضل واخد وقته ومدي لنفسه مساحة بينكم. الشخص ده مش بيتحرك بعشوائية ابدا، بالعكس كل خطوة عنده محسوبة كده بالورقة والقلم. وفي طاقة تانية انا حسيتها دلوقتي، انا ما كنتش حاساها في اللايف، هي جات لي حاليا. حسيت ان الشخص ده يمكن للبعض برضو منكم مش الكل انه مهتم قوي بالماديات. كلنا طبعا بنهتم بالماديات لا خلاف على ذلك يعني، ولكن هو بيهتم بيها قوي. حاسه ان يمكن الشخص ده تعب كتير في حياته علشان يوصل لمكانه معينه هو فيها دلوقتي، او تعب كتير قوي علشان يتعلم حاجه هو بيتعلمها دلوقتي. شايفه ان الفلوس عنده ما جاتش سهله، او ما كانش عنده حد بيساعده. فالشخص ده لو في مكانه كبيره دلوقتي اعرفه ان هو اللي عمل ده بنفسه، وبيخاف قوي ان الحاجه دي تروح من ايده. شخص بيحسبها بالورقة والقلم في كل حاجة، حتى في الصرف ما بيصرفش بسهولة، ما بيخرجش فلوس بسهولة. يمكن مش بخيل. مش عارفة، هو أنا مش حاسة بخل، ولكن حاسة إنه خوف شديد إن الحاجة دي ما جاتش سهلة بالنسبة له، فعشان كده بيخاف يخرجها بسهولة. حسيت ده، مش عارفة. طيب واضح انه نفسه يحصل تواصل حقيقي بينك وبينه، مش عايز يفضل في منطقة النظرات او بس الاعجاب المتبادل. هو عايز العلاقة تاخد شكل اعمق، عايز يحس ان في باب اتفتح بينكم، مش مجرد بقى طاقة فضول او اعجاب وخلاص. الجميل اللي انا حسيته من الشخص ده ان طاقته فيها احترام عالي جدا ليك. يعني مش هتلاقيه بيتطفل عليك او بيفاجئك بانه مش هتلاقيه بيفرض نفسه عليك. من الاخر يعني هو بيحاول يلاقي الطريقة اللي تخليه يقرب من غير ما يكسر الصورة اللي هو عليها ولا الصورة اللي انت عليها.
فهمتوني؟ هو عايز يقرب بطريقه تليق بيكم انتوا الاتنين. انا مش عارفه ليه حسيت ان انتوا الناس هنا كده، يعني الاغلبيه اللي بتسمعني انتوا سنكم مش صغير. آه الشخص ده خايف انه يتفهم غلط او خايف انه يترفض، خصوصا انه حاسس ان في فرق بينكم. اوكي، مش شرط فرق مادي، بس ممكن يكون فرق في الثقافة، فرق في اسلوب الحياة بقى. يعني زي ما قلنا في فروقات كتير، مش كلهم طبعا عن شخص واحد. بس خليني اقولك الحقيقة، اللي بيحصل هنا مش مجرد اعجاب، دي طاقة فيها وعي، والشخص ده عايز يقرب لك بطاقة تكون فيها وعي، ما يكونش فيها اندفاع. الشخص ده شايفكم بوضوح، هو كل الحكاية دلوقتي انه بيختبر هل التوقيت مناسب ولا لا. بس دي كانت طاقة الشخص الجديد. في بقى تحذير قلناه تاني في اللايف هقوله. في فئة منكم انتوا دلوقتي على تواصل حقيقي بالشخص ده، يعني مش مجرد نظرات فقط، لا، حصل بينكم كلام، حتى لو كلام بسيط. بس خليني اقولك بقى، في غلطة انت بتعملها وبتبوظ بيها سريان الطاقة بينك وبين الشخص ده من غير ما تحس. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان لما التواصل بيكون ماشي حلو جدا بينك وبينه، الطاقة بينكم بتكون هادية ومتوازنة، بتبدأ تحس براحة نفسية، وكأن العلاقة فعلا بتبدأ تاخد خطوات أعلى. في اللحظة دي بالذات انت بيجيلك فضول ان انت تدخل تسمع طاقات او قراءات عن العلاقة دي. طيب ده كله مفيش مشكلة. المشكلة ايه بقى؟ المشكلة انك اوقات بتسمع حاجات ما تخصكش. يعني مثلا انا هكون بتكلم، او انا دلوقتي مثلا بتكلم عن علاقة طرف تالت، او بتكلم بقى عن خيانة او هروب او وجع، وانت اصلا عارف ان مفيش الكلام ده عندك. يعني انت مش عارف ان الشخص ده عنده طرف تالت، انت مش شايف ده، مش شايف ان الشخص ده عنده اولاد، ما تعرفش ان الشخص ده خاين. اوكي، انت بقى لانك فضولي او خايف ان ده يحصل معاك، بتدخل تسمع وتقول ما هو انا هسمع عشان اخد حذري، انا هسمع عشان اعرف هو مخبي عليا ايه، او مثلا لا، ما يمكن هو متجوز ومش قايل لي. انا عارفه ان في ناس منكم بتعمل كده، انتوا بس بتدخلوا نفسكم وبتدخلوا مجال طاقي مش مجالكم. اللي بيحصل وقتها انت شايف ان ده تصرف بسيط جدا، ولكن قوي جدا على مستوى الطاقة، بتعمل تشويش بينك وبين الشخص ده، تفكيرك بيتلخبط، احساسك بيتهز، التواصل بين روحك وبين روحه بيتأثر، كأن فجأة كده انت بتبدل الموجة اللي انتوا كنتوا على ترددها مع بعض. انا هنا مش بقولك ما تسمعش قراءات، بالعكس، اسمع قراءات وتعلم وخد وعي، لان انتوا بتعرفوا اكتر عن الشخصية من القراءات. فانا ما عنديش مشكلة انك اسمع اللي انت بتحبه واللي انت بترتاح له. بس لما تلاقي الطاقة مش شبهك او الكلام مش لامس احساسك، من فضلك انسحب بهدوء. مش لازم تدخل كل قراءة بالعافية وتقول ما يمكن دي تخصني. تمام؟ القراءة الصح هي اللي انت طاقتك بترتاح لها، وخليك دايما مصدق في احساسك اول حاجة، لان هو البوصلة الحقيقية اللي بتوصلك للوعي. وعشان كده انا قلت التحذير ده وبعيده تاني، لان في ناس فعلا دلوقتي بتقع في الغلط ده من غير ما تاخد بالها، وفي ناس تانية لسه ده هيحصل معاها قدام. يعني ممكن تكونوا بعد شوية داخلين على تواصل هادي وجميل، وتحسوا ان العلاقة اخيرا بقت متزنة، وفجأة الفضول كده هياخدكم تسمعوا طاقة ما تخصكمش، وهنا الطاقة بينكم بتتلخبط تاني. انا بقول لك اهو علشان تخلي بالك من النقطة دي جدا، ولو في اي وقت حسيت انك بدأت تتوه او الشك يرجع لك، ارجع اسمع الجزء ده من الاوديو تاني، لانه هيفكرك بالطريقة الصح اللي تحافظ بيها على صفاء الطاقة بينك وبين الشخص ده. وهقول
تاني، مش دايما الحل انك تدور وتدور وتدور اكتر. اوقات الحل انك بس تسمع اقل وتثق في احساسك اكتر. بس كده. دي كانت الطاقة اللي احنا قلناها، وهناخد نفس عميق مع بعض ونسمع الاسترسال ايه. والاسترسال ده انا هسيبكم بقى لحدسكم وتعرفوا هو من شخص جديد ولا قديم. انا مش عارف ابدأ منين بالظبط. يمكن لان كل مرة كنت ناوية اتكلم بحس ان مفيش توقيت مناسب. انا شايفك من بعيد بقالي فترة، يمكن اكتر ما تتخيلي. بس دايما بحس ان في حاجز بينا. انا واخد بالي من نظراتنا لبعض، وواخد بالي من وجودنا المتكرر في نفس المكان. انا مش شخص بيتحرك بعشوائية خالص. يمكن عشان انا شخص بحب احسب كل خطوة. خايف اتصرف تصرف يتفهم غلط. يمكن كمان عشان شايفك انك اعلى مني في حاجات كتير، في طريقتك، في حضورك، في الثقة اللي عندك. كل مرة بفكر اقرب بيجيلي احساس اني ممكن اضايقك، او انك ما تكونيش مهتمة بنفس الشكل. بس الحقيقة بقى ان انتي بقيتي جزء مهم قوي من تفكيري كل يوم. انا مش بحاول اكون درامي خالص، بس وجودك بيخليني افكر في حاجات كتير عن نفسي. ازاي اقدر اكون جاهز، وازاي اكون عندي الجرأة ابدأ حاجة من غير خوف. انا مش عايزة اقرب منك بس لمجرد الفضول او الاعجاب. انا عايزة اقرب منك بوعي، بس في نفس الوقت كل مرة بشوفك او اسمع صوتك بيحصل جوايا حاجة غريبة كده، خليط بين راحة وقلق. انا يمكن ابان متردد، بس الحقيقة اني خوفي مش منك. انا خوفي من اني ابدأ حاجة مش قادرة اكملها زي ما تستحق. ويمكن عشان كده انا مأخر الخطوة، مش لاني مش عايز، بس لاني مش عايز اكون سبب وجع او خيبة امل ليكي او ليا. انا عايزك بس تعرفي ان انا فعلا شايفك، ويمكن في لحظة مناسبة هقدر اتكلم فيها، بس مش كشخص بيحاول يقرب وخلاص، لكن كشخص مستعد فعلا يكون موجود.